ليه كريس بامستيد يعتبر من اذكى لعيبه كمال الاجسام، واللي انا شخصيا من وجهه نظري بحترمها جدا؟ لو رجعنا سنه لورا هنعرف ان هو كان عنده مرض مناعي ومشاكل في الكلى، وكلنا طبعا عارفين ان ده معناه انه مع زياده جرعات الاسترويد هيكون الموضوع مش احسن حاجه. غير كمان ان هو ما حبش ياخد الريسك ويكون مصيره زي لعيبه كمال الاجسام اللي توفت، فهو خاف على نفسه وحب ان هو يهتم اكتر بصحته مع كمان عيلته. وهو يعتبر كمان محقق 6 ألقاب لمستر أولمبيا من 2019 في سن ال 24 لحد 2024 السنة اللي فاتت في سن ال 29. هتقول لي عرفت ازاي السن؟ هقول لك اعمل سيرش عليه هتعرف ان هو مواليد شهر 2 1995، ويعتبر تاني أصغر لعيب يحقق أول مستر أولمبيا في السن دوت بعد أرنولد لما حققها في سن ال 23 في أولمبيا 1970. لا وكمان تاني أعلى لعيب شعبية في كمال الأجسام بعد أرنولد في عدد المتابعين. وطبعا كل الحاجات دي هي رزق من ربنا، بس فعلا إنجاز يحترم منه. وأخيرا بدأ يهتم بتمارين المرونة كويس جدا، ومعاها كمان تمارين الاستابيليتي وثبات مفصل الكتف. فكل الحاجات اللي أنا قلتها دي كفيلة فعلا إنها تخلينا أقول إن كريس بامستيد من أذكى فعلا لعيبة كمال الأجسام.